ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. إيه لو اول مره بتشوفيني، انا شيماء داوود ودي قناتي. اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد انا هنزله على القناه. هنعمل النهارده الجلاش الصوابع. هنعمله بطريقه جديده بالكنافه، وطعمه خطير قوي، هتحبوه احسن من الحشو. يلا بينا نروح نسمي بالله ونصلي على الرسول ونشوف عملناه ازاي. كنافة علشان احشي بيها الجلاش. كل مدى بنعمل حاجة جديدة. هنحشي بيها الجلاش، هيبقى طعمها تحفة قوي. هتجيبي الكنافة هتبيتيها يوم في الفريزر علشان تتفرفت معاكي كده. لازم تبيتيها يوم في الفريزر، لو ما عملتهاش كده مش هتتفرفت معاكي كده. وهي جامدة طبعا مجمدة، لازم تقعدي تفركي فيها كده وتفكيها. لو سبتيها هتطرى ومش هتتفرفت معاكي، فلازم تبقى وهي مجمدة تقعدي تفركي فيها. دلوقتي بقى هنحط الكنافة اهي، ونحمرها معانا بالسمنة اهي. نقلب ونقلب فيها كده لغاية ما تحمر معانا الكنافة. شايفين؟ هنفضل نقلب فيها كده لغاية ما تحمر معانا، مش هنسيبها طبعا. لازم ايدينا تبقى فيها كده، لا اما هتتحرق من معانا. لازم ايدينا تبقى كده على طول ونقلبها لغاية ما تحمر معانا الكنافة. يا جماعه بعد ما بردت الكنافه وحطينا عليها الشربات، هنحط بقى عليها جوز هند. ودي بقى كده الحشوه جاهزه اللي هنحشي بيها الجلاش اهي. شويه زبيب كمان اهو، يبقى حشينا الجلاش بالكنافه بس كده اهو. ونقلب برضو كله ببعضه مع بعض. شربات الجلاش كوبايتين من السكر، كوب وربع من الميه، هنرفعهم على النار. كوب وربع من الميه اهو. وهنحط بقى فانيليا، هنحط فانيليا اهي. حطينا الفانيليا اهو، هنرفعهم بقى على النار. وبعد ما يغلي هنحط عصرة ليمونة ونوطي عليه. بعد ما يغلي ونحط عصرة الليمونة، وبعد كده هنوطي عليه. وبعد كده هنبقى نسيبه بقى لمدة ربع ساعة او 10 دقايق ونطفي النار. هنحط بقى عصرة الليمونة اهي، وهنوطي بقى عليه ونسيبه بقى لغاية لمدة 10 دقايق، وبعدين نطفي ونسيبه يبرد. هندهنهم كده بالسمنة كويس اهو. هندهنهم كده كويس بالسمنة اهو. هندهنهم بالسمنة كده كويس اهو. وبعد كده بقى هنجيب الحشوة بتاعتنا اللي احنا عملناها اهي، وهنحط بقى كده اهو. وهنلف الجلاش اهوت. طول ما احنا بنلف نشد معانا كده، طول ما احنا بنلف نشد معانا كده، طول ما بنلف نشد كده عشان نبرمه ويبقى محكوم اهو. نبرم واحنا بنحبكه كده عشان الحشوة معانا تبقى جوه وما تطلعش. طول ما احنا بنلف نبرم كده بس اهوت. وهنحطه بقى في صينية طبعا مدهونة، دهناها بالسمنة. هنا هم كمان اهو، ادي واحدة وادي واحدة. هندهنهم بالسمنة زي ما قلت لكم اهو. ندهنهم كويس بالسمنة عشان احنا اتفقنا ان الحلويات روحها السمنة. اديتي للحاجة حقها من السمنة هتطلع معاكي كويسة ولونها كويس. بعد كده برضه نجيب الحشوة اهي، نحشي معانا الجلاش اهو. حشوة جديدة وطعمها جميل، جربوها مش هتندموا. تخيلوا بقى طعم الكنافة مع الجلاش، تخيلوا بقى انتوا الطعم. بس هنلف برضو اهو اهو. هنلف برضو اهو اهو. طول ما احنا بنبرم كده نلف ونبرم، نلف كده ونبرم علشان تبقى محكمة معانا
ما تبقاش مفشفشه اهيت اهي، سهله خالص اهي. وهنحطها برضو في الصينيه. هكمل بقى بقيه الجلاش بالطريقه دي. هنقطع الجلاش، لازم طبعا لازم الجلاش يتقطع معانا، لازم، لانك لو ما قطعتوش وهو طري كده مش هيتقطع معاكي، فلازم تقطعيه كده وهو طري اهو. لازم 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 يتقطع وهو طري كده اهو. ندخله بقى على درجة حرارة 200. مبياخدش وقت معانا الجلاش بيطلع. بس هندهنه بقى بالسمنة طبعا تاني، احنا دهناه من جوه، لازم ندهنه من بره كمان، عشان احنا اتفقنا ان الحاجات دي روحها السمنة. هندهنه اهوت كده، وندخله بقى الفرن ونطلعه نحطه في الشربات اللي احنا عملناه. بس الشربات بارد، والجلاش يبقى سخن عشان يبقى مقرمش معاكي بس. ودوت يا جماعه منظر الجلاش بعد ما اتعمل. طلعته سخن والشربات كان بارد وحطيته عليه، بس المقطع فصل مني. انا بحط عليه الشربات، وده شكله اهوت جميل تحفه قوي. منظر الجلاش طعمه وهم. شايفين من جوه عامل ازاي؟ شايفين من جوه الكنافه بالحشو، ومش قادره اقول لكم على طعم. اعملوه مش هتندموا خالص، كانكم والله جايبينه من بره بالحشوه الجديده دي. جلاش بالكنافه اهوت. يا رب يكون باين عندكم. طعم وهم 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 وهم. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتقوموا تعملوا الجلاش الجبار ده، مش هتندموا لو عملتوه. شكله وطعمه حكايه، وبحشوه جديده خالص وحصري. يلا قوموا ما تكسلوش. هنشوف بعض في فيديوهات تانية كتير. باي باي.